ما حاجة تكونوا حطب لنيران غيركم، ما حاجة تموتوا من شان يعيش غيركم، عم تموتوا مشان مشاريع غيركم. لكل عناصر تنظيم قسد حاج بيكفي. النهايات صارت معروفة. هيئة العمليات بالجيش السوري أصدرت قبل شوي بيان عم تدعو فيه عناصر قسد للانشقاق والالتحاق بالدولة السورية. حكت بأنه بلدكم مفتوحة لكم، ومشكلة الدولة السورية ما بحياتها كانت مع حدا غير مع تنظيم بككي الإرهابي. لهيك حاج بيكفي تموتوا، بيكفي محطوطين ببوز المدفع وعم تقاتلوا وعم تموتوا من شان يعيش غيركم، من شان يتنعم غيركم من قادات قنديل بثروات سوريا، ومشان يضل عايش وحاططكم ببوز المدفع. بيكفي لازم نتعلم. طلعوا شو صار بالاشرفيه والشيخ مقصود. ليش مصرين دائما تكرروا نفس الشيء وانتم عارفانين نتيجته بالنهايه شو راح يصير؟ مش بالاشرفيه والشيخ مقصود قادات قنديل طلبوا بالبدايه انه يتم اجلائهم بالليل وتحت جنح الظلام، لك حتى طلبوا انه ينحط براده للباصات مشان ما حدا يعرف انه انهربوا. وانتم بتعرفوا كثير منيح، وبيعرفوا اللي عم يسمعوني كثير منيح، انه عناصر قسد فاقوا ثاني يوم ما لقوا حد من القادات. بقى قسم منهم صار قراره من راسه، قسم منهم صار بده يقاتل ويقاوم حتى النفس الاخير وكانت نهايته مع الاسف مؤلمه، وقسم ثاني صار يقول لا انا بدي اطلع، قاداتي هربوا وتركوني، وقسم ثالث صار ما عاد يعرف شو بده يقول. ليش عم تحطوا حالكم بهذا المكان وانتم عرفانين انه النهايه رح تكون نفسها، وقاداتكم رح يتخلوا عنكم ورح يهربوا هالمره بالزوارق لانه هدمتوا الجسور، قيادتكم هدمت الجسور بالنهر، رح يهربوا بالزوارق ويتركوكم لمصيركم المجهول. لهيك الباب هلا مفتوح ونحن ناطرينكم. امبارحه ليلا في مجموعه من قسد انشقت، اخذت القرار الشجاع، اخذت القرار الصح ووصلت لنقاط الجيش السوري بسلام، ووصلت لتعيش حياتها. بادروا بالانشقاق، ما بضل كثير وقت على فكره، والسيناريو رح يتكرر، والمعركه اللي عم تخوضوها خاسره بكل ما تعنيه الكلمه. كانت فرص نجاتكم او فرص انه تاخذوا المعركه بالاشرفيه والشيخ مقصود اكبر بكثير، ومع هالشيء شفتوا شو اللي صار. فهون المعركه محسومه على شو عم تقاتلوا، من شان شو عم تقاتلوا. وعلى فكره اليوم او امبارحه اليوم فجر هذا اليوم هيئه العمليات بالجيش السوري اعلنت عن تدمير مقر غرفه عمليات بمسكني. فالمعركه خلص يعني محسومه لشو عم تقاتلوا ومن شان شو. اما رسالة الثانيه فهي لفلول عصابات الاسد. والله الحمار بتعلم مبوع بالجوره مرتين. كم مره صار واقعين بنفس الجوره، كم مره بتصروا انكم تقاتلوا وتكونوا وقود لمعركه ما لكم فيها، وبالاخير بتركوكم القادات وبهربوا. لو عندكم قدره من كل عقلكم انه بدكم توصلوا على الساحل، من كل عقلكم انكم بدكم تقاتلوا، ليش عم تخلوا معارككم صفريه؟ ليش ما عم تخلوا ولا خط رجعه؟ ليه؟ لو بدكم تصمدوا صمدتوا من ايام كان نظام الاسد بعز قوته. لو بدكم تصمدوا الان عارفانين شو رح تكون النتيجة. ليش عم تكونوا عم تكونوا وقود لمعركة ما لكم فيها لا ناقة ولا جمل؟ نصيحة يا شباب، نصيحة أخيرة ربما، لحقوا حالكم وارجعوا لحياتكم. امبارحة أهلنا الأكراد كانوا عم يتطوعوا بالأمن بالداخلي بحلب، واللي انشقوا رجعوا لحياتهم. ارجعوا لحياتكم، ارجعوا، المعركة محسومة والله. هاي آخر رسالة للكل.